في ناس بتشرب القهوة علشان تفوق، وفي ناس بتشربها علشان تعيش أحلى أوقاتها في قعدة ولمة حلوة، وتتفتح سيرة حب الذكريات اللي ما بتخلص. وده الفرق اللي هتحسه في توليفة جبال اليمن، توليفة غامقة ومظبوطة وقوية تقدر تعتبرها قهوة اللمة وتجمعات آخر النهار عشان كافيينها القليل، وده زي اللي بيحبوها في اليمن بالتمام. ودي للقعدة اللي بتحب فيها السكون والكلام اللي مش لازم يتقال، أحيانا بيكون كفاية قوي إنك تعبر عنه بالفنجان. وده أدق وصف أنقلك بيه شعور توليفة سحر الشام، توليفة وسط وناعمة زي اللي بنتمناها في حياتنا الخاصة. وعلشان القهوة مفتاح السلام والكلام، فنقول لهم غابت الشمس يا ابن شعلان، وريد أدور مع زيدي. ودي عادات اهل النشامه، وزي ما في عندهم فنجان الضيف في برضه عندهم فنجان الكيف. بن كافيينو تقيل زي حب النشامه ليها، وده لانها توليفه فاتحه وهاديه. وفي منها برضه الساده والمحوي. ولو عايز تحليها عندك عسل السدر الجبلي، نقي وطبيعي، حلاوه خفيفه تكمل مزاج القهوه ومش تغطي عليه. او ممكن تاخد لك جرعه طاقه من العسل بالجينسنج، معلقه منه تكفي معاك يوم كامل من النشاط. او حتى تبدا بيها يومك وتفطر بدل ما تبدأ بالقهوة على الريق وتعمل نفس العادة السيئة اللي أنا بعملها، وهي هتكون صحيا أفيد ليك وحلاوتها هتزيد بالتأكيد مع اختيار مزاجك في القهوة. وما تنساش بن سفيان مش مجرد قهوة، دي بداية طقس ومزاج وحكاية بتتفرد مع أول فنجان. وعشان كل توليفة ليها مزاج، اختار اللي تحبه لمزاجك من بن سفيان دوت كوم أو حتى من صفحاتهم الرسمية. وكالعادة يا سادة، لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، وفي اختلاف الأذواق توزيع للأرزاق.